جماعة، مساء الفل. ازيكم؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. انتوا شايفين اللي معايا ده ايه؟ بصوا كده من هنا كده بان ده ايه. بصوا كده، اكيد حد فيكم عرف ايه ده بالظبط. اعتقد كده بدأتوا تعرفوا ده ايه. بصوا يا جماعة، انا جبت خرشوف من حوالي 4 ايام، وزي اي حد بيبقى عنده خرشوف بيشيل القشرة دي، تمام ديت كده، ونبتدي ايه؟ ناكلها. ناكل الجزء اللي تحت ده، اللي هو ده، بناكله كده ونرميه. حلو. ولما بنيجي عند القلب بتاعه من جوه، بنروح شايلينه بالسكينه، وبعدين نبتدي بقى ايه؟ نستخدمه في الاكل، اللي هو القرص اللي بيبقى من تحت. تمام. فاللي حصل ان انا بعد ما شلت كل الطبقات اللي من هنا، اللي هي قرقشنا منها الحته اللي تحت دي، انشغلت جدا لمده يومين او 3 ايام. كان معايا اوردر، طلب، وانشغلت جدا. تمام. فانا كده كده قلت انا يعتبر منظفه نص تنظيفه، فعادي لما اسيب فيه ده وعقبال ما اخلص شغلي، وبعد كده ارجع له تاني. ابتدي بقى ايه؟ اشيل كل ده واشيل الطبقه اللي من جوه وايه، وابتدي استخدمه في الاكل يعني. المهم جاي ابص عليه النهارده، انا واخده بالي ان هو كل يوم شكله بيتغير، وبعدين مني انا كنت مشغوله جدا، يعني واخده بالي، بس مش هقول ايه، هشوف ايه. عادي عادي، اكيد مفيش حاجه. المهم النهارده اتفاجئت بان الثمره زي ما انتم شايفين، بصوا نبتت اللون ده. ده ظهر كده، ده ظهر ولونه موف. فانا مش عارفه هو هيطلع يعني خرشوفات كتير، جمع خرشوف يعني، ده ايه؟ مش فاهمه يعني. وهو بيبقى موف في الاول كده بيقلب، ولا ايه؟ ولا هيبقى اخضر بعد كده، ولا ايه؟ طيب، انا لا حطيته في شمس، ولا حطيته في هواء، ولا حطيته في بيئه رطبه، ولا في بيئه فيها حتى هواء او شمس او ظل او اي حاجه. هو محطوط هنا على الترابيزه زي ما انتم شايفين كده، واحنا اكلنا الطبقه اللي هي بتبقى دي كده اهي. الطبقه اللي بتبقى هنا دي كده بتتاكل، وسبته بقى على الوضع ده. كلهم دول كويسين، ماشي. بس طبعا ده الورق ده نشف، وكده كده انا قلت هشيله، هاخد القرص اللي من تحت بس عشان بحشي لحمه مفرومه استخدمه زي ما انتوا عارفين كده في الاكل. اتفاجئت بدول حوالي 5 وحدات كده. اعمل فيهم ايه؟ يعني هل ينفع ده نستخدمه تاني؟ حد يفهمني او يعرفني الدنيا ايه يعني. يعني انا مش عارف. وبعدين ده بصوا ناشف، ناشف جدا. ناشف، سامعين الصوت؟ سامعين؟ ناشف. ده ايه؟ ده ايه؟ ده هيبقى ظهر يعني خرشوف، ولا هيبقى ايه؟ وهل ده ينفع يتاكل ولا كده؟ ده خلاص يعني، لو اتاكل لا قدر الله ممكن يسبب حاجه مش في الحسبان او حاجه مش كويسه. لان انا اعتقد ان هو على وضعه ده ما ينفعش يتاكل. اكيد يعني، انا كده كده مش هاكله، بس انا عايزه حد يفيدني، او حد يشوف الفيديو ويقول لي هو ليه قلب كده. وعايزه اقول لكم، لا حط له ميه، ولا موجود في حته فيها هواء. هو موجود هنا على الترابيزه، حتى المروحه مش بتوصل للجزئيه دي. فهو نبت من الحر مثلا ولا ايه؟ مش فاهمين احنا ايه الدنيا بالظبط. نبت من الحر يعني، حاجه غريبه الشكل. حد يفيدني ويدلني. طب هو نبت ازاي؟ هو يعني الشعر اللي من جوه ده، اللي بيبقى جوه، اللي هو اساسا ده، هل في نسبة رطوبة؟ يعني هل في خصوبة جوه ورطوبة فبينبت لوحده مع نفسه؟ بصوا دي فرشحت ازاي، نشت ازاي. بصوا منظرها، جتش كده طبعا يعني. وهي ثمرة خضرة لسه، الخرشوفة كانت ضم على نفسها كده ومطولة وكانت خضرة. انا لما سبتها بالوضع ده لقيتها عملت كده. سبحان الخلاق. بصوا اوريكم منظر. بصوا دي عاملة ازاي اهي. ابتدت تدي لون موف من فوق ومن هنا. بصوا، بصوا اللون اهو تحت اهو، ابتدت تدي لون. هل ده لو انا بقى حطيتها مثلا في البلكونه؟ طب لو انا سقيتها ميه، حطيتها في شمس وفي هواء، يعني حطيتها في بيئه صالحه للزراعه، على الاقل في البلكونه، وبقيت ارش عليها كل كام يوم شويه ميه ولا حاجه، هتطلع خراشيف؟ هتطلع خرشوفات يعني كتير ولا إيه؟ والموف ده يتحول للاخضر ولا ايه نظامها بالظبط؟ يا ريت حد يفيدني، يا ريت حد يعرف. بصوا دي بقت عامله ازاي. خدوا بالكم، هنا ده غير ده.
يعني ده كان هنا، كان زي ده، كان شعر ده زي، كان شعر زي ده كده خفيف. بصوا لو، بصوا الملبس بتاعه محبحب ازاي. ده دليل على ان ايه، هيبقى زرع. انا اللي مستغربه له، لا جه عليه ميه ولا اتحط في هواء، في مكان فيه هواء او مكان فيه رطوبه او مكان فيه شمس، مفيش. إيه، نبت ازاي كده، انا مش فاهمه. بصوا يا جماعه، سبحان الخلاق، شايفين المنظر؟ بصوا، بسم الله ما شاء الله. طبعا انا استحاله ان هو يتاكل بالوضع ده، اكيد يعني هيبقى مش صالح للاكل، استحاله. خصوصا ان كل ما اللي فوق ده بيرعرع وبيزيد وبيكبر كده، كل ما اللي تحت بينشف، الجدر بينشف، وهنا بيكتر وبيزيد وبيرعرع. فبصوا الفرق، بصوا سبحان الله. دول بقى مجننيني خالص، بصوا دول مجننيني خالص، بصوا لونهم، شكلهم تحفه بجد. بس الريحه، الريحه صعبه قوي، ريحه. عارفين انتوا لما حد يحط برفن يكون قوي قوي زياده عن اللزوم، تبقي كده مش قادره من تشم الريحه. ريحته قويه جدا، مش وحشه بس قويه اوفر يعني. انا هتجنن، مش عارفه ايه ده، انا هتجنن. بصوا المنظر، سبحان الخلاق. حد يقول لي يا جدعان ده بقى كده ازاي يعني؟ لا اله الا الله، لله الامر من قبل ومن بعد. بصوا يا جماعه، زهره زهره يعني. بصوا من تحت، سبحان الخلاق، سبحان الله. خدوا بالكم اهي، الشعر اللي هو الخفيف ده ابتدى يتقل ويبقى لونه موف، يعني الملمس ده هو محبحب، شايفين ده محبحب اهو. انما اللي جوه ده خفيف، يعني ممكن اللي جوه كمان يبقى زي ده اهو، بدليل اهو بينبت فوق. بصوا، يا الله. انا خايفه تقلب بشجره، بس طب عندنا شجره في الصاله، ايه رايكم؟ نخليها في الصاله ولا نطلعها البلكونه؟ والله العظيم انا مستغربه وقلقانه مستغربه وقلقانه. أنا لو سبتها تعمل، لو سبتها تعمل فينا ايه؟ يعني مش عارفه. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. يا يا ربي يا ربي يا ربي. طيب ناكل ده؟ يعني اشوف الصالح اللي فيهم وناكله، ولا بلاها ده كمان عشان الموضوع يقلق؟ انا قلقانه، انني قلقه. حد يدلني يا جدعان، ده انا كل ما بسيبه بلاقيه لونه بيتغير وبيكبر. أنا خايفه يقلب بشجره عندنا هنا في الصاله. بصوا المنظر، سبحان الله. كنت معاكم عزة سعيد، يا ريت تفيدوني لو حد شاف الفيديو. بشكركم للمشاهده، وسيبكم على خير. باي باي، سلام.